السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تالتة إعدادي. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض محافظة القاهرة 2024. أول سؤال complete. Number 1. The reaction of an acid with an alkali to give salt and water is known as. ده طبعا تعريف واحد من أهم التعريفات اللي بتجيلنا في المنهج، ده النيوتراليزيشن، وده كان نوع من الدبل سبستيتيوشن رياكشن. السؤال رقم 2. According to Mendel first law the hereditary factors اللي اتعرفت بعد كده باسم الجينز هيحصل لها ايه when the gametes are formed. لما كنا بنحل اي مسألة جيناتكس او اي مسألة وراثة كنا بنيجي عند الجاميتس ونعمل لهم سيباريشن. كلمة سيباريشن جاية من الفيرست لو او الاسم بتاعه الاولاني اللي هي بيحصل لها سيجريجيشن او بنقول عليها سيجريجيت، فكلمة سيجريجيت يعني سيبريت او بتنفصل عن بعض. السؤال رقم 3. In dry cell the dot energy is converted into electric energy. طبعا انا عندي two sources للالكتريك كارنت، كنت ممكن اجيبه من الدراي سيلز او ممكن اجيبه من الدايناموز او من الالكتريك جنريتورز. بالنسبه للدراي سيلز كنت بجيب او بستخدم مين؟ كنت بستخدم الكيميكال انرجي احولها لالكتريك انرجي. طب لو سالني على الدايناموز يبقى كنت بحول الكينيتيك انرجي او الميكانيكال انرجي انتو الكتريك 1. السؤال بتاعي دراي سيل يبقى انا هستخدم الكيميكال انرجي. السؤال رقم 4 والأخير في الكومبليت. Catalyst is used to slow down the chemical reaction in dots catalytic reactions. تعالى نفتكر المعلومة. الكاتاليتيك رياكشنز كان عندنا تو تايبس أو نوعين. النوع الأولاني كان بوزيتيف كاتاليتيك رياكشنز والنوع التاني النيجاتيف كاتاليتيك رياكشنز. البوزيتيف لما كنت بستخدم كاتاليست بيعمل سبيد اب ذا كيميكال رياكشن يعني بيسرع التفاعل، اما النيجاتيف لما كنت بستخدم كاتاليست بيعمل سلو داون للكيميكال رياكشن. بما ان هو بيقول لك على كاتاليست بيعمل سلو داون للسبيد يعني بقلل السرعه بتاعتي، يبقى هنا النوع هيكون نيجاتيف كاتاليتيك رياكشنز، والعكس صحيح، لو قال لك بيعمل سبيد اب يبقى طبعا البوزيتيف. الاسئله اللي بعد كده بوت رايت اور رونج. لو قال لي كوريكت ذا رونج وانز يبقى انا لازم ابتدي اعمل كوريكشن لو في حاجه غلط. نمبر 1. the iodine element shares in composition of thyroxine hormone. طبعا الايودين واحد من الاليمنتس المهمه اللي بتدخل في الثيروكسين هرمون اللي هو secreted by thyroid glands، يبقى على طول هنبتدي نعملها رايت. السؤال رقم 2. voltmeter is used to measure the electric current intensity in the electric circuit. افتكر معايا المعلومه، هل الفولتميتر هو اللي بيقوم لي بقياس الالكتريك كارنت انتنسيتي؟ الاجابه طبعا هتكون غلط، اللي بيقيس لي الالكتريك كارنت انتنسيتي مش الفولتميتر، امال كان مين بالظبط كده؟ كان الاميتر. السؤال اللي بعده. At the beginning of the chemical reaction the concentration of resultant is 100%. افتكر معايا في بدايه التفاعل خالص هل كان تركيز او الكونسنتريشن بتاع البرودكت او الريزلتنت 100%؟ اكيد طبعا لا، في بدايه التفاعل كانت الريزلتنت او البرودكت كانت 0%. امال مين اللي كانت التركيز بتاعها 100% او 100%؟ كانت الرياكتنس. يبقى الاجابه ديت عندي طبعا هتبقى رونج، وليك لو طلب منك الكوريكشن ان انت ليك مطلق الحريه تجاوب زي ما انت عايز. يبقى at the beginning of the chemical reaction the concentration of resultant in، بدل ما هقول له 100% هتبقى 0%. السؤال اللي بعده. The ratio between the potential difference across the two terminals of the conductor and the current intensity passing through it represent the electric resistance. افتكر كده بالظبط كده، كان عندي ان الريشيو بتوين، كان عندي ترينجل بيقول لي ال V بتساوي ال I في ال R. لو انت عملت ريشيو ال V divided ال I يعني جبت البوتنشال ديفرنس اوفر الالكتريك كارنت انتنسي كان بيطلع لك الالكتريك كارنت سوري او الالكتريك ريزيستنس، يبقى الاجابه عندك هتكون رايت. السؤال اللي بعده. look at the opposite figure. هنبص على الفيجر مديني التايم والكرنت انتنسيتي. زي ما انت شايف ان الكرنت بتاعي بيغير الدايركشن بتاعه تمام في بداية كل سايكل، مرة طالع ومرة نازل. الشكل ده كان بيعبر عن اي نوع من الالكتريك كرنت. انا عندي نوعين، يا اما الدي سي يا اما الالترنيتنج كرنت اللي هو الاي سي. الشكل بتاعك اللي هو بيكون فاريبل او بيتغير في الدايركشن وفي الانتنسيتي طالع نازل بالمنظر ده، دوت كان عبارة عن الاي سي او الالترنيتنج كرنت. الالترنيتنج كارنت طبعا جاي لك منين؟ جاي لك من الالكتريك جنريتورز او جاي من الدايناموس. ممكن اكتب الاتنين. السؤال اللي بعد كده. cross out the odd word of each of the following. اخلي بالي في الكروس odd word ساعات يقول لك what is the relation between the rest، يعني ايه العلاقه بين الوردز اللي انت سبتها.
يعني نسي مثلا هختار واحده تطلع غلط، شوف الثلاثه الباقيين انت ليه خليتهم مع بعض. بيقول لك يورانيوم، الومنيوم، راديوم، زيركونيوم. نقراهم تاني: يورانيوم، الومنيوم، راديوم، زيركونيوم. طبعا هيكون مين اللي هيطلع بره؟ اكيد طبعا هيبقى الكروس اود وورد بتاعنا الالومنيوم، لانه بيكون ميتال عادي. اما الثلاثه دول عباره عن ايه؟ عباره عن راديو اكتيف اليمنتس. يبقى لو جه قال لك العلاقه بين الثلاثه يبقى دول كانوا عباره عن راديو اكتيف اليمنتس. السؤال اللي بعده: skin color, hair color, learning, swimming and blood groups. دول مجموعة من التريتس أو مجموعة من الصفات، عايزين نطلع مين اللي مش ماشية معانا. لو احنا transmitted from one generation to another، يعني احنا تورثناها من بابا أو ماما، ديت على طول هتبقى hereditary trait. أما لو انت اتعلمتها أو acquired from the surrounding environment and not transmitted from one generation to another، مش هتتنقل من الأب للأولاد بتوعه، يبقى ديت acquired traits. تعالوا نفكر كده: سكين كولر انا بورثه يبقى ده هيرديتري. هير كولر نفس الكلام. ميس البلاد جروب او فصيله الدم برضو بورثها، يبقى الثلاثه دول بيكونوا هيرديتري تريتس ما عدا ليرنينج سويمنج، لان لازم اتعلمها بالتريننج او بالسكيلز، يبقى ديت اكوايرد تريت. يبقى اللي بيربط الثلاثه دول مع بعض هي عباره عن الهيرديتري. الثلاثه بيكونوا هيرديتري تريتس او صفات موروثه. فولت، امبير، اوم، اوم متر. تعالوا نقرا سوا تاني. عندك فولت، امبير، اوم، اوم متر. يا ترى مين المختلف؟ الفولت دي الميجرنج يونت بتاعت البوتنشال ديفرنس والالكتروموتيف فورس. الامبير دي كانت الميجرنج يونت بتاعت الالكتريك كارنت انتنسيتي. الاوم ديت الميجرنج يونت بتاعت الالكتريك ريزيستنس. الوحيد اللي عندك مش ميجرنج يونت هو عباره عن اوميتر، لان ده ديفايس او جهاز، يبقى ده اللي هيطلع بره. كل دول هيكونوا ميجرنج يونتس. السؤال الأخير عندنا في الكروس أودورد: neutralization reaction, reaction of acid with salt, simple substitution reaction, reaction of salt solution with another salt solution. مين اللي هيطلع معايا بره؟ لازم ابتدي ان انا افكر. neutralization reaction ده كان اول سؤال عندنا في الامتحان. it is a reaction between acid and alkali to form salt and water. ده كان نوع من الدبل سبستيتيوشن زي ما قلت لك فوق. طب ميس اسيد مع سولت نفس الكلام، ده دبل سبستيتيوشن. ميس رياكشن بتوين تو سولتس برضو دبل سبستيتيوشن. يبقى الوحيد اللي عندك هيطلع بره هو عباره عن السمبل سبستيتيوشن رياكشنز، واقول ان هم كلهم دبل سبستيتيوشن رياكشنز. بعد كده بيقول لي correct the underline word in the following sentences. هنبتدي نعمل تصحيح للحاجة المستيك اللي موجودة في الجملة وتحتها خط. نمبر 1: ادرينالين هرمون stimulate the release of glucose sugar from the liver. اخلي بالي هو هيطلع لي مين؟ هيبتدي يطلع لي الجلوكوز، يعني هيعمل لك ريزنج او يرفع لك نسبة الجلوكوز او البلاد شوجر جوه الدم بتاعك. انا كان عندي 2 هرمون سكريتد فروم البنكرياس، بيفرزهم البنكرياس وبيلعبوا على نسبة الجلوكوز شوجر. واحد اسمه الانسولين والتاني كان اسمه الجلوكاجون. الفرق بين الاتنين كونتراديكتس عمل بعض او بيعارضوا بعض، او الاتنين اوبوزيت لبعض. اللي كان بيعمل لي stimulate the release of glucose يعني هتزود لي الجلوكوز شوجر in the blood ده عبارة عن الجلوكاجون. السؤال اللي بعده: during oxidation and reduction process the number of lost electron is more than the gained one. لا طبعا كانوا الاتنين بيكونوا equal لبعض. the number of lost electrons equal the number of gained electron. يبقى هشيل more than ولا هتنفع less than، هتكون equal to. رقم 3: the atom nuclei of the radioactive element contain a number of protons more than the number of required for its stability. يعني الراديواكتيف element بيكون عندها عدد من البروتونز ازيد من العدد المطلوب للاستابيليتي بتاعتها او الثبات بتاعها. المعلومه كانت بتقول لنا ان لازم يكون عندي number of neutrons مش number of protons ولا electrons. يبقى المعلومه الصح هتبقى neutrons. يبقى لو جالي بروتونز او الكترونز لا، الاجابه بتكون نيوترونز. السؤال اللي بعده: the pure individual carry one gene for dominant trait and one for recessive. يعني سي مثلا لو انت بتكون تي كابيتال تي سمول، هل انت كده بتكون بيور؟ لا طبعا. تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول، واحد دومينانت والتاني ريسيسيف. انا في الحاله ديت ما بيتقالش عليا بيور individual، انا بيتقال عليا كلمه هايبريد. السؤال اللي بعد كده بروبلم، وهنكون خلصنا السؤال رقم 2. calculate the potential difference، يعني عايز يقول لك ان ال V equal كام؟ تمام. between two points if the work done. خلي بالك الورك done بقد ايه؟ الورك done ب
6600 جول ده الورك، تمام. and to transfer electric charge equal 30 كولوم، دي طبعا مين؟ الكيو. ايه القانون اللي كان بيربط التلاتة دول مع بعض بالظبط كده؟ ان الفي بتساوي الدبليو اوفر الكيو، يبقى ايكوال على طول هبتدي اعوض واخلي بالي من الارقام. 6600 divided by ال 30، تمام، هتطلع لي 220 فولت. السؤال رقم 3 choose the correct answer. نركز كويس عشان نختار صح. The reaction between silver nitrate solution and sodium chloride solution is an dot reaction. ابتدي افكر silver nitrate يعني AgNO3 بلس صوديوم كلورايد يعني NaCl. ابتدي افكر معاك، الاي جي طبعا كان بوزيتيف، ال NO3 كانت نيجاتيف، ال Na كان بوزيتيف، ال Cl كان نيجاتيف. بالظبط كده، ده كان عباره عن دبل سبستيتيوشن رياكشن بتوين تو سولتس، وزي ما انت شايف كده هم عباره عن ايونز، عندك بوزيتيف ايونز ونيجاتيف ايونز. من السبيد اوف ذا كيميكال رياكشن اتفقنا ان اي رياكشن عندك بيتكون او رياكشن بتوين الايونز بيكون فيري فاست، او هنختار ان هو يكون سريع. طب الرياكشن هنا يمس هيكون فيري سلو ولا هيكون سلو ولا افريج ولا فاست؟ لا طبعا ده هيكون فاست، لان انت هتبتدي تبدل بتوين الايونز، فهيديلك NaNO3 بلس AgCl اللي هو وايت PBT، يبقى انا هختار على طول فاست. السؤال رقم 2 according to Mendel second law اللي هو independent assortment of genes the recessive trait appear in the second generation in the percentage of. افتكر كده معايا يا ترى في مندل second law هنطلع النسبة قد ايه؟ النسبة كانت 9 to 3 to 3 to 1. ال9 ده عبارة عن مين؟ ده كان عبارة عن البيور انديفيدوال اللي كان شايل الدوميننت تريت، وكان ال1 ده كان البيور انديفيدوال اللي شايل الريسيسيف. طب ال3 وال3 ديت كانت عبارة عن الارقام او نسبة الافراد اللي خدوا صفات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. يبقى ال9 ده كان عبارة عن مين؟ البيور انديفيدوال دوميننت. اما ده كان عبارة عن مين؟ دوت كان عبارة عن بيور بس بيكون ريسيسيف. هو بيسألك على مين؟ بيسألك على الانديفيدوال اللي عنده ريسيسيف تريت appear in the second generation من السكند لو. يبقى هم 9 3 3 1، يبقى اكيد النسبة هتكون 25%. يبقى انا هختار ايه؟ السؤال اللي بعده copper sulfate is decomposed in heat into copper oxide and dot gas evolved. تعالى نفتكر copper sulfate اللي هي عبارة عن Cu SO4 لما اسخنها هيديني CuO ده الكبر اوكسايد البلاك كولر بلس SO3 جاز ايفولفد. مين ال SO3؟ اللي هو سلفر تراي اوكسايد، يبقى انا هختار على طول بي. السؤال الاخير في التشوز all the following is considered as the measuring unit of potential difference except. انا عارف ان طبعا البوتنشال ديفرنس انا بقيسه في الفولت، فكده كده الفولت معايا. طب عشان احل السؤال ده ابتدي افتكر كل التراينجلز اللي كانت بتجيب لي الفولت. طب ميس كان عندي هنا ادي دبليو وهنا في وهنا كيو. الدبليو عباره عن ايه؟ عباره عن جول، تمام، والكيو عباره عن كولوم، ودوت الفولت، صح كده؟ يبقى ممكن اقول يا ميس ان الفولت تمام ايكويفالنت لمين؟ ايكويفالنت للجول على مين؟ على الكولوم. طب ميس فين الجول على الكولوم؟ اللي هي دي، يبقى برضو ده الفولت. طب ميس فين تاني كان عندي تراينجل برضو بيجيب الفولت؟ قلنا مع بعض ان الفي بتساوي الاي في الار. الفي ده الفولت، الار ده طبعا كانت الاوم، والاي كانت الامبير. يبقى الفولت بيساوي امبير تايم اوم. فين الامبير تايم اوم؟ معايا. يبقى all the following are considered for the measuring unit of potential difference except كلهم بيساوي عندك الفولت ما عدا مين؟ هتساوي مين طبعا؟ واحنا بعد ما عملنا كل الكالكوليشنز بتاعتنا يبقى مش جول تايم الكولوم، لا هي جول ديفايدد الكولوم. السؤال اللي بعد كده study the following figures. قدامك مجموعة من الأشكال، تعال نشوف مع بعض figure 1 و figure 2 بيقول إيه. في figure 1 حاطط لك piece of zinc، قطعة من الزنك جوه التست تيوب، وهيحط عليها diluted hydrochloric acid. أول حاجة لازم أفكر نفسي بيها، يا ترى الإيكويشن ديت كانت عبارة عن إيه؟ لو أنا حطيت ZN بلس 2 من ال HCl، لازم طبعا الإيكويشن تكون balanced، وأحط على السهم diluted هيديني ZnCl2 اللي هو زنك كلورايد بلس هيدروجين جاز ايفولفد. والهيدروجين جاز كانت واحده من الحاجات المميزه ليه ان هو بيرنز ويز بوب ساوند، يعني بيتفاعل او بيشتغل بفرقعه. طيب ده produced gas from the reaction، طبعا انا اوريدي كتبت الايكويشن، فيبقى مين اللي على طول اللي طالع؟ هيبقى الهيدروجين جاز.
السؤال اللي بعده when zinc is replaced by copper dot is precipitated يعني ايه؟ بيقول لك لو بدلت الزنك بالكبر يا ترى هيطلع ايه؟ تعالى نكتب نفس الايكويشن بس بدل من الزنك انا هحط السي اللي هو الكبر مع 2 HCl تمام وبرده دايليوتد. تعالى نفتكر مع بعض في الكيميكال اكتيفيتي سيريز كان الكبر بيلو او تحت الهيدروجين فكانت ريبليس ات يعني ما يقدرش يطرد الهيدروجين. ففي الحاله ديت ايه اللي بيحصل؟ بيحصل نو رياكشن. طب نو رياكشن هو بيقول لي حد از بريسيبيتيتد. كلمه بريسيبيتيتد يعني هينزل لك في الانبوبه ومش هيتفاعل يبقى طبعا هيكون مين؟ يبقى سي يو از بريسيبيتيتد. السؤال اللي بعده او فيجر 2 مديني شكل طبعا انت عارف الشكل ده السيمبل بتاع مين؟ ده السيمبل بتاع الفاريبل ريزيستنس او بتاع الريوستات. يبقى انا ممكن اكتب له ريوستات عايز تزود جنبها وتكتب فاريبل ريزيستنس الاثنين صح. الريوستات كان يوزد ان الكتريك سيركت لو نفتكر عشان اعمل كنترول لحاجتين كنترول الالكتريك كارنت انتنسيتي اند ذا بوتنشال ديفرنس ان ذا الكتريك سيركت. يبقى it used in controlling the electric current intensity and the potential difference. اكمل البوتنشال ديفرنس ده فين؟ in the electric circuit. السؤال اللي بعد كده بيقول لي if crossing takes place between male and female of insects جبت مجموعة من الحشرات وحصل بينهم تزاوج both of them with long wings الاتنين الجناحات بتاعتهم طويلة. the resulting ratio was كانت قد ايه؟ كانت 75% with long و 25% is short يعني النسبة كده بالنسبة لك 3 long to 1 short. عايز يحسب explain on genetic basis the symbol of the gene of long wing اللي هو بيكون T capital and that of short wing. افكرك كده معايا لما كان بيطلع عندنا النسبة 3 to 1 دي كانت واحدة من الجايد لاين عشان يعرفك البيرنتس بيكون الجينوتايب بتاعهم ايه. لما يطلع لك الريشيو 3 to 1 اعرف ان الاثنين بيرنت كانوا هايبريد تمام. دي لازم اكون حافظها يا سنة تالتة. لما يكون التو بيرنتس هايبريد النسبة على طول تطلع لك 3 to 1. يبقى انا دلوقتي يا ميس لو البيرنت ده كان عبارة عن تي كابيتال تي سمول وبحط طبعا في ريكتانجل هيعمل كروسنج او ميتنج مع تي كابيتال تي سمول. الخطوه الثانيه بنزل الجميز اعمل سيجريجيشن او ابتدي اعمل لهم فصل يبقى تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. ابتدي احط بعد كده مين؟ ابتدي اوزع احط الاف يبقى دي مع دي هيديني تي كابيتال عشان بس مفيش مكان يبقى هنعمل تي كابيتال ده هيكون لونج تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول واخر واحد خالص تي سمول وده اللي هيكون مين؟ شورت. السؤال الرابع رايز scientific term organs secrete their hormone directly into the bloodstream. مين الاورجنز اللي بتبتدي تفرز لنا الهرمونز directly into the bloodstream without any duct؟ دول كانوا عباره عن الاندوكراين جلانز او الدكتلس جلانز. طب اكتب ايه الاول؟ هنكتب طبعا انا هكتبها لك فوق يبقى نمبر 1 هتبقى الاندوكراين جلانز وبتوين براكتس هما مين؟ الدكتلس جلانز. رقم 2 International Unit for Measuring the Radiation Absorbed by the Human Body. الإجابة طبعا هتكون السيفيرت وقلنا إن إحنا لازم من المينز بتاعت البروتكشن أو من الحماية إن أنا ما أتعرضش لمور ذان دوز أوف 1 ملي سيفيرت بير يير. ده لو أنا ما بشتغلش بالراديشن. لكن لو أنا وركر بالراديشن زي دكتور أو تكنيشن أو أي حاجة بشتغل مع الريز يبقى ما زيدش عن 20 ملي سيفيرت. يبقى هنا بيسألني بس على الانترناشونال يونت يبقى اسمها سيفيرت. السؤال رقم 3 substance which gains electron or more during the chemical reaction. ابتدي افكر مين اسم السبستانس بدل ما قال لك سبستانس ما تلخبطش بقى بينها وبين البروسيس تمام. السبستانس اللي كانت بتعمل جين 1 الكترون اور مور هي كانت عباره عن مين؟ الاكسدايزنج ايجنت. هي لو جه قال لك السبستانس ذات جيفز اوكسجين يبقى لو جيفز اوكسجين او جين الكترونز الاجابه عندك هتكون اوكسدايزنج ايجنت. السؤال رقم 4 The resistance of a conductor when the electric current intensity of 1 ampere passing through it and the potential difference between two terminals equal 1 volt. ده كان طبعا تعريف احنا حافظينه. ده تعريف مين؟ الأوم.
بعد كده choose from column B what's suitable in column A. هنبتدي نعمل ماتشنج، هنبتدي ان احنا نوصل من الاسئله الجميله والسهله وان شاء الله درجتها بتكون مضمونه. نمبر 1 when the mercuric oxide decompose. طبعا الميركوريك اوكسيد هو عباره عن ال HGO. لما يحصل له decomposition، يعني ايه كلمه decomposition؟ هكسره، هيديني طبعا هيديني 2Hg ده اللي كان لونه سيلفر بلس اكسجين جاز ايفولفد. طيب تعالى نبص كده، نبص على الالوان. الميركوريك اوكسيد ده كان طبعا لونه ريد، الميركوري لوحده كان لونه سيلفر. ده كل الحاجات المعلومات اللي جات لنا في الدرس عن الميركوريك اوكسيد. طيب بيقول لي when the mercuric oxide is decomposed it produce a precipitate color is. عايز يعرف البريسبيتيت او البي بي تي اللي هيظهر او الراصب لونه ايه. طيب ما انا عارف ان هو كان لونه ريد وهيتحول يبقى سيلفر، يبقى انا هختار ايه، يبقى رقم 1 مع ايه. السؤال رقم 2 the change of concentration of the reactant and the product at unit time. ده كان تعريف ال speed of the chemical reaction أو the rate of chemical reaction، يبقى أنا هختار إيه. السؤال اللي بعده the recessive trait in pea flower its color is. إيه يا ترى؟ أنا عارف إن في الفلاور color أو في الفلاور بتاعتنا في عندنا لونين، واحد ريد والتاني كان وايت. الريد كان بيكون الدوميننت، أنا خلي بالي كده كويس، الريد كان دوميننت، اما الوايت ده كان مين؟ الريسيسيف. هو بيسألك على مين؟ على الريسيسيف تريت، يبقى انا هختار اللون الوايت، يبقى انا هختار اف. method of connecting electric circuit to obtain highest EMF. انا كان عندي two types للكونكشن، واحده سيريس والتانيه بارل. لو سيريس يعني بجمعهم كلهم السميشن بتاعهم، يعني كنت بقول ان الاي للباتري بتساوي E1 بلس E2 بلس E3، وكنت في الحالة دي بجيب highest EMF. طيب دوت كان مين؟ ده كان عبارة عن السيريس كونكشن مش البارل، لأن البارل أكني بتعامل مع 1 دراي سيل بس أو باتري واحدة بس، يبقى أنا هختار مين؟ السيريس كونكشن على طول، هتبقى C. السؤال الأخير بيقول لي mention the name of the compound produced from the reaction of sodium with water illustrate it by balanced chemical equation. الووتر مع الصوديوم ده كان طبعا رياكشن بيكون سريع جدا، لان انا هعمل هوت رود او هعمل سيمبل سبستيوشن ان الصوديوم هيجي مكان الهيدروجين. كانت الايكويشن عباره عن 2Na بلس 2H2O، كانت هتديني 2 صوديوم هيدروكسيد 2NaOH بلس هيدروجين جاز ايفولفد which burned with pop sound. كده بنكون وصلنا لنهايه محافظه القاهره. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.